مشاهدينا الكرام مشاهدي اللقاء، السلام عليكم. بعد قليل سيصبح سوق البحيرة ولا المدينة القديمة في خبركان كما كتشوفوا البداية لهدم هذا السوق، هذا السوق التاريخي بعد الإفراغ ديالو. يعني راه بداو كيهدموه في الداخل ديالو. لا يلا جيت ولا انت جيت؟ استنفار امني كبير كما كتشوفوا. يعني بعد ديك المهله اللي كنعطيوها السلطات للناس التجار ديال هذه المنطقه هذه ديال السوق هذا، فبالامس يعني تم الافراغ ديال بعض الافراغ جميع المحلات من اللوازم ديالهم، والناس حيدت هذوك المقتنيات ديالهم، حيدت يعني الابواب، اي حاجه اللي يمكن يستعملوها. على اساس كان غيكون الهدم يوم الاثنين، ولكن يتفاجأ الناس الساكنه والتجار بان الهدم غيبدا اليوم. هما شافوا ان الطراكسات جاو وبداو في عمليه الهدم. عنده شو المحلات اللي كانت عامره بالكتب واللوازم المطرزيه وبالشكير وبالنضادر، شو كي ولات. شو هاد المراه مسكينه. البحيرة اللي كانت يعني كتحتوي على العديد من المحلات ديال بيع الكتب القديمة يعني والجديدة. هذا واحد المكان واضح. بس المكان واضح.
كنشوفوا كلشي كريب، كلشي راب. استنفار امني كبير كما كنشوفوا على الصوره، يعني ما كاين غير ريب. يعني المدينه القديمه كلها تقول لك في خبر كان، وياه داكشي اللي كاين. يعني ولكن اللي كنا كنسمعوا بانه كانوا عطاوهم مهله نهار اثنين. لا الجمعه غيقطعوا عليهم الضوء. اييه دابا هما بداو يقطعوا، دابا هما المسؤولين كيصارعون الزمن. يصارعون الزمن لان على حسب المعلومات اللي وردتني ان المشروع ديال المارشي ديال بمراكش في واحد التعطيل، في معطل بزاف، معطل بزاف. جاو المسؤولين داروا واحد الدوره ولقاو بان طاشرون ديال المارشي هذا، قال لهم ديروا لاقين مشاكل في الادخال ديال المعدات اللوازم ديال البناء. يعني ما عندناش فين ندخلوا، ما عندناش الطريق فين ندخلوا، يعني خاص يحيدوا هذا. خداو القرار بواحد السرعه باش يتهدم سوق البحيره، باش يلقاو منين يدخلوا. وشنو واحد المجال الرموق اللي هزعوا ديال الله كان يلا دخل، يلا دخل باش يلقاو المساحه منين يدخلوا اللوازم البناء. هذا هو المشكل، لان ما عندوش وين يدخلوا. كان في المدينه القديمه كان ضيقه وبزاف الامور. لا ودغيا كيريب الشيخ.